ومدد مدد 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 لاتحاد سيد البلد. والزمالك رجع ينقط تاني يا جماعة. الزمالك يتعادل مع الاتحاد بعد هزيمة من أسوان، ونقطة حرام مع الداخلية. النهاردة بيتعادل مع الاتحاد السكندري، والناحية التانية فيوتشر يتعادل مع بيراميدز. وكل النتائج بتصب في مصلحة النادي الأهلي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يتكرم علينا باشتراك أو يتابعنا، يعمل لنا اشتراك في القناة ولايك على الفيديو. والاتحاد يتعادل مع الزمالك، وعمنا فريرة البروف اللي الناس كانت بتقارنه او الزملكاويه بيقارنوه بمانويل جوزيه. بمانويل جوزيه علشان خد الدوري الموسم الماضي، الدوري الحرام اللي بمساعدة الحكام. اللي الحكام ساعدته كتير، من ضمنهم كان يا اما يظلموا الاهلي في تعادل او في هزيمه، وكل ده ويدوا للزمالك ضربات جزاء وحاجات واجوان ما تتحسبش، والحمد لله وكان زي الفل. فخد الدوري، فكانوا بيقارنوه بمانويل جوزيه الاسطوره ملك النادي الاهلي. يعني مانويل جوزيه ده حاجه تانية. المهم يا جماعه، طبعا هم بيقارنوه بمانويل جوزيه. طيب فريرا النهارده اللي اثبت لي ان هو بروف بجد باسلوبه وتغييراته، اللي عامل زي حزبيس كده، مش عارف يعمل حاجه من مباراه اسوان لمباراه الداخليه اللي هي سرق فيها نقطه الزمالك اللي ما كانش يستحق فيها التعادل اصلا. والنهارده بيتعادل مع الداخلي مع الاتحاد، اللي اساسا الاتحاد مع تغييرات البروف العطلان اللي فاز على الاسماعيلي اللي ساب الماتش، الاسماعيلي اللي ساب المباراه وطلع وقال لك في فرق من السماء للارض بين البروف وراهم العين الحمراء. هي العين الحمراء راقت ولا ايه؟ مفيش حاجه عن العين الحمراء يا عم بروف. النهارده عمنا البروف دوت عمل تغييرات خلى الاتحاد ركب في اخر ربع ساعه المباراه، وكان قادر ان هو لو ركزوا شويه لاعيبه الاتحاد اقسم بالله كان هيطلعوا بفوز. كان الاتحاد هيطلع فايز اقل حاجه. وفيوتشر بيتعادل مع بيراميدز، والنتائج كلها بتصب في مصلحه النادي الاهلي اللي ان شاء الله جاهز ومستعد لمباراه المصري. وبالتوفيق ان شاء الله بكره للنادي الاهلي امام المصري. والفوز بيخلي النادي الاهلي يوسع الفرق ما بين وبين المنافس بتاعنا اللي هو فيوتشر الى 6 نقط، والزمالك يرجع المركز الثالث ويبقى الفرق 7 نقط. وبيراميدز تحت خلاص مش هنتكلم عليه. واهم حاجه الاهلي لما يفوز يتصدر ويتربع كده على الدوري وزي الفل. والفاجر ابراهيم نور الدين مش لاقي حاجه يعملها، يعني مش لاقي حاجه يعملها خالص. فبيعمل ايه؟ بيدي في الوقت بدل الضايع. لعبت الكورة مثلا في هجمه مرتده للاتحاد يبي يوقفها، انذارات للاتحاد من غير اي حاجه، زي مثلا الانذار بتاع محمود عبد العزيز في الشوط الاول بتمثيليه من عمرو السيسي، والاخ زيزو بيرمي نفسه في منطقه الجزاء، فقال له قوم ما اقدرش اديلك ضربه جزاء. ليه؟ لو ما فيش فار كنت اديتك ضربه جزاء يا زيزو. بتصعبوا عليا انتوا والله يا جدعان. زيزو نازل بيمثل وبيرمي نفسه علشان ياخد ضربة جزاء، ناسي ان في فار وهيرجعه يقول له تعالى شوف دي ما فيهاش اي حاجة، ده بيمثل خبط رجليه ببعض ونام على الارض وعايز ضربة جزاء. زمن الفوضى راح. ليه؟ علشان عمنا كلاتنبرج رئيس لجنة التحكيم او رئيس لجنة الحكام الجديد اللي جه اواخر الموسم الماضي واستلم عمله من بداية الموسم الحالي. طبعا بعد كل جولة في الدوري العام بيقعد بيحلل كل مباراة وبيجمع الحكام وبيقول له انت اخطأت او انت اصبت، والحمد لله. علشان كده مش هيبقى في لف ودوران وضحك ولعب على الحكام زي الاول. كان في حكام بتخاف قوي. والناحية التانية بيقول لك برضو بيراميدز عبد الله السعيد خد انذار وطرد، دي شفتها بعيني. وبيقول لك ان عبد الله السعيد كمل المباراه لنهايه المباراه في اخر دقيقتين كان موجود في الملعب وهو واخد طرد. طب ازاي ده؟ لو كده صاحب صحيح يبقى فيوتشر هياخد نقط المباراه كامله وهيتحسب له المباراه ب 2-0. ده اكيد وقاف لعبد الله السعيد اكتر من مباراتين. وزي ما قلنا ان شاء الله الاهلي يقدر
يتربع على الدوري ان شاء الله باذن الله. لو ان شاء الله باذن الله من غير لو كمان ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي بكره واستعداداته للنادي المصري. وديت بدايه الانطلاقه، بدايه الانطلاقه للنادي الاهلي مباراه المصري، لان كانت بدايه التعثر الموسم الماضي مع النادي الاهلي لما كان ماشي كويس النادي الاهلي في بدايه الموسم مع موسيماني، وبعد كده جه في مباراه المصري واتهزم بهزيمه ظلم بعد ما كان لينا 3 ضربات جزاء في المباراه رسمي اكيد ومحدش احتسبهم، ولكن اتظلمنا. وكانت بدايه التعثر للنادي الاهلي في مباراه المصري. وكل التوفيق ان شاء الله بكره باذن الله للنادي الاهلي في مباراته القادمه امام المصري ان شاء الله، والتربع على صداره الدوري منفردا. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.